اهلا بيكم في فيديو جديد. انا رضوى رضوان ويلا بينا. الفيديو ده هيكون للبنات شويه، علشان في توبيك دايما بيتقال لنا ان احنا محتاجين يكون عندنا وحاجه تكون موجوده عندنا، وازاي نوصل لها وازاي يبقى عندنا الحاجه دي. الحاجه دي هي طاقه الاستحقاق او receiving energy. ازاي يبقى عندك البليف او الطريقه اللي تبيني بيها وتحسي بيها ان انت تستحقي احسن حاجه في الدنيا، ان انتي عندك المكان اللي يخليكي تاخدي كل حاجة كويسة، وانك تبقي مصدقة في ده، وان يبقى عندك الطاقة اللي زي ما بيقولوا كده بتجذب ده. تمام. انا بقى مش جايه اقول لكم ازاي يبقى عندك الطاقة دي، انا جايه افهمك ان الطاقة دي او الاحساس ده مشكلته ان هو بيتفهم لنا وبيتصدر لنا بطريقة غلط. يعني من ابسط الامثله اللي بتتقال على الموضوع ده ان لما حد يقولك حاجه حلوه او يجيب لك حاجه حلوه، انك ببساطه شديده تقولي له شكرا، انا استحق ده. منتهى التشال كده، وانك يعني elegant، انت كده elegant. بس الحقيقي ان دي مش ثقه، ولا ده ان انت عارفه الحاجه قبل ما تحصل. ده فيك. دي حاجه مش طبيعيه ومش منطقيه ومش حلوه. لان انا عايزاكي بس كده تتخيلي واحده صاحبتك عندها طاقه استحقاق، فداخله عليكي كده وايه، وانت جايبه لها هديه كبيره. انت جايبه لها هديه انت حطيتي فيها وقت ومجهود وفلوس وعملتي حاجات كتير عشان تبسطيها بالهديه دي، وانت جايه تديها لها فرحت قالك شكرا انا عارفه، او شكرا انا عارفه ان انا استحق. ترميها في وشها. هترميها في وشها صدقيني. يعني دي مش ثقه، دي عجرفه، دي يعني confidence مش حقيقيه. دي confidence انت بتحاولي تعمليها ومن كتر ما هي مش حقيقيه باينه انها مش حقيقيه. الفكرة هنا انك تبقي عارفة فكرة الاستحقاق، ان انا ابقى عارفة ان ازاي ارد على الحاجة اللي جاية لي. هي ده البوينت، ان انا اريسيف الحاجة. ازاي باخد الحاجة؟ يعني هديكي مثال، والمثال مع نفسك مش مع حد تاني. لو انت صاحية من النوم في يوم، واليوم ده for some reason حلو، انت صاحية من النوم مزاجك حلو، الجو حلو، حاسة انك شكلك حلو، اكلك طعمه حلو، رايقة مبسوطة، والدنيا ماشية معاكي زي السكينة في الحلاوة، كل حاجة ماشية كويس. ولو انت عندك الوعي انك تفهمي ان الحاجات الصغيرة دي محتاجة ان انت تاخدي بالك منها وانك تشكري ربنا عليها، هتبقي مبسوطة من جواكي، هتبقي حاسة براحة، هتبقي بتقولي الحمد لله النهاردة يوم حلو، هتبقي مبسوطة، هتبقي هادية، هتبقي حاسة براحة من جواكي كده. وعلى الصعيد الاخر، لو انتي صاحيه من النوم في يوم لقيتي الدنيا مدربكه وصعبه وبتاع، هتبقي برضو حاسه بالاحساس المختلف، الاحساس الاوبوزيت للاحساس الاولاني. فبالتالي لما تتعرضي للاحساس الاولاني اللي هو ان يومك يبقى ماشي بسلاسه وحلاوه، هتحسي بان انتي مبسوطه. مش هتقعدي تعيطي ولا هتقعدي تنططي من الفرحه، ولا هتبقي مبسوطه جدا وحاسه قد ايه ان دي حاجه كبيره. ولكن لو انتي مثلا صحيتي من النوم لقيتي قدامك هديه، حد جابها لك، او نقول ان هي نزلت من السما يا ستي، هديه انت كان بقالك كتير جدا نفسك فيها، حاجه انت كان نفسك بقالك كتير جدا هتجيلك وعماله تحوشي لها وبتطلع لك على كل السوشيال ميديا بتاعتك وكل حاجه، وانت نفسك فيها جدا، هتقومي تتنططي وتفرحي وممكن تعيطي وممكن تحضني الحد اللي جابلك الحاجه دي وتحاولي ترضيه زي ما هو فرحك، وتحاولي تعملي حاجات كتير لان دي حاجه كبيره. فهي بالظبط لما بتتعاملي مع الناس، لو حد جه قالك ان شكلك حلو النهارده، شكرا. مش ربنا يخليك، ولا برضو اللي هو او انا عارفه، لا، شكرا. شكرا. لان ببساطه شديده لما احنا بنيجي نقول لحد حاجه، لما انا ببقى رايحه اقول لحد حاجه حلوه، لما انا ببقى رايحه ادي لحد حاجه حلوه، انا لو انا مش مستنيه منه حتى رد او حاجه ماديه، انا مستنيه منه حاجه معنويه. يعني انا مستنيه منه ان انا احس ان هو مبسوط، ان انا احس ان انا عملت حاجه كويسه، ان انا احس ان انا ساعدت حد، ان انا احس ان انا بسطت حد. فبالتالي انا برضو مستنيه حاجه حتى لو ما كانتش ماديه. ولكن مثلا لو حد جابلك هديه كبيره جدا، حد جابلك يا ستي عربيه، حد جابلك حاجه كبيره جدا، هل من المنطقي ان انا اقوم رايحه الا شكرا انا استحق ده، او كنت عارفه ان ده هيحصل لي، او دي انتي هبله، انتي طالعه من التيك توك علينا طازه، انتي كده هبله. فببساطه شديده هتتبسطي وتتنططي وتعيطي وتنزلي تسجدي واعملي اللي انتي عايزاه، لان ساعتها الموضوع يستحق. الفكره في ازاي اريسيف الحاجه. بس في بوينت تانية بقى انا حابه ان انا اتكلم معاكم فيها في الحته دي. احنا احيانا
مش بنزق الحاجة بعيد عننا علشان احنا عارفين ان احنا نستحق، مش الموضوع مش في كده، ولكن احنا خايفين الحاجة دي تمشي فبنزقها من الاول. يعني ايه؟ يعني let's say ان انتي حياتك ماشية كويسة جدا الفترة دي، دنيتك حلوة، فلوسك حلوة، حياتك ماشية كويس، علاقاتك ماشية كويس، نفسيتك ماشية كويس، شكلك، جسمك، شعرك، وشك، كل حاجة ماشية في حياتك كويس. بنفس الفكرة دي انتي ممكن تزقي الحاجة دي وتقومي قايله لها لا، او اللي هو يعني، او تقولي انا استحق ده بس انتي من جواكي مش مصدقه ده، فتزقي الحاجه دي من حياتك وتمشيها. ليه؟ لان احنا احيانا بنخاف ان الحاجه الكويسه تحصل لنا علشان ما ندقهاش وبعد كده تمشي فنتضايق، علشان احنا اتعودنا ان احنا نبقى دايما في قلق، او ان انا ابقى دايما مستنيه الحاجه الحلوه امتى تخلص، امتى الحاجه دي هتنتهي، لان انا عارفه انها هتنتهي كده كده، لان انا دايما مصدقه ان انا مستاهلش الحاجه الكويسه انها تفضل في حياتي. وهو دي طاقه الاستحقاق بجد، ان انا اصدق ان زي ما ربنا عمل لناس كتير تانية يقدر يعمل لي، وان زي ما في ناس تانية مبسوطه انا كمان اقدر اتبسط. طاقة الاستحقاق مش معناها ان انا ماشية في الدنيا اقول انا استحق كل حاجة كويسة من غير ولا اصلح اللي جوايا، ولا اصلح افعالي، ولا اصلح اي حاجة. طاقة الاستحقاق ان انا بحط مجهودي، وان انا مصدقة ان انا ينفع يحصل لي حاجة كويسة عادي جدا جدا زي ما بيحصل ناس تانية، وان ربنا ينفع يعمل لي الحاجات دي ويقدر يعمل لي الحاجات دي. وهي دي الفكرة. احيانا احنا من كتر ما احنا متعودين ان قصتنا دي عبارة عن حزن، او عبارة عن حاجة وحشة، او عبارة عن حاجات غير مثيرة بالمرة، فبالتالي لما بيحصل لنا حاجة كويسة في حياتنا، حاجة اكسايتنج، حاجة جميلة، بنبتدي ان احنا قاعدين مستنيين تخلص امتى. كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب، بالفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب. يعني والله بجد الجملة دي وانا بعمل الفيديو فكرت فيها جدا، حسيت ان هي قد ايه هي يعني هتبان مضحكة بس هي حقيقية. اللي هو انت متخيل ان الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب، فالفرح ده شيء مش منطقي والشابتر ده مش طبيعي. فبالتالي ممكن انا ازق الحاجة الحلوة من حياتي لمجرد اني متعود على الحاجة الوحشة، من مجرد ان انا متعود على ان انا دايما الدنيا مش ماشية معايا كويس. وده في اي حاجه بقى، يعني انت في علاقات، في شغل، في فلوس، شكل، راحه، ايا كان الحاجه اللي انت محتاج ان انت تاخدها في حياتك، بس انت بتزقها عشان تخايف ما تكملش معاك. والفكره هنا ان انت تاخد بالك من الحاجات الكويسه، يعني مش بس ان انت بتزق الحاجه الحلوه عشان انت مش حاسس انها هتكمل معاك، لا، فكره كمان ان انت تاخد بالك من الحاجات الكويسه اللي بتحصل لك، وانك تتعامل بطاقه الحب، او طاقه ان انت تكون بترسيف الحاجات الكويسة حتى في الحاجات الصغيرة مع نفسك، لان علاقتك بنفسك في الحتة دي هتلاقيها كده كده بترفلكت مع علاقتك مع الناس. يعني هتشوف الطريقة اللي انت بتعمل بيها مع نفسك وتقوم حاططها مع الناس اللي حواليك. فبالتالي لما تعمل حاجة كويسة انت عارف انك بقالك فترة بتحاول توصل لها ومش عارف وصلت لها، اشكر نفسك. حاول على قد ما تقدر انت تبين قد ايه انت مبسوط لنفسك جوه نفسك. تجيب حاجة اللي كان نفسك فيها، تقول كلام كويس لروحك ايا كان، مش بس ان انت الحمد لله اللي بعده، لا، لان الحتة دي هتخليك دايما تبقى عامل زي اللي بيجري في ساقية ما بيقفش، عامل زي الفار اللي في عجلة وعمال يلف 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 يلف، هو ما بيوصلش بوينت معين، هو بس في يعني خطوة قدامه لازم يوصل لها، بس هو مجرد ما بيوصل للخطوة العجلة بتلف وهو بيكمل الى ما لا نهاية. فبالتالي انك كل فترة تقف وتبص على اللي انت عملته، وتحاول ان انت تشكر نفسك وتشكر ربنا طبعا، ولكن انا بتكلم عن ان انت ازاي تتعامل مع روحك، لو انت تشو الابريشيشن لنفسك ان انا عملت ده ووصلت لده وحاولت ده بمساعدة ربنا وبإرادة ربنا، ده أكيد. وطبعا أهم حاجة قبل ما انت تكون بتشكر نفسك وانك تشكر ربنا. وده مش بس على فكرة يعني ان انت تكون بتحاول تبين قد ايه ربنا انت مبسوط وتحمد ربنا كتير، ده مش دينيا بس، ده كمان نفسيا جدا. انت بس تبص حواليك وتقول الحمد لله ان انا عندي ده وعندي الحاجات دي وان انا عملت الحاجات دي وتبقى تبين ده جدا. ده هيخليك دايما تحاول تبص على الكويس اكتر من الوحش. ده هيخليك دايما عارف تتفهم فكرة ان حياتك ممكن
يجيلها كل حاجة كويسة لمجرد انك مقتنع انك ده ممكن يحصل لك. مش عمرك كده شفت حد فجأة دنيته تحلوت، فجأة الدنيا بقت معاه كويسة؟ ممكن على فكرة بدون حتى ما يعمل حاجة، لان في حاجات بتبقى نصيب، في حاجات بتبقى هو ربنا كاتب لنا ان احنا نتبسط في الحتة دي. ومش معنى ان ربنا كاتب لنا ان احنا نتبسط في الحتة دي ان الحتة اللي بعديها وحشة، لا عادي، ممكن نتبسط في الحتة دي ونتبسط في الحتة اللي بعديها، بس الحتة اللي بعديها فيها اختبارات مختلفة. بس ده مش معناه حزن، ده مش معناه حاجة وحشة، ده معناه درس. ده معناه ان انت حياتك كلها عبارة عن دروس. وكده كده يعني احنا كلنا تعبنا من الدروس، بس هي دي حياتك، هي دي الطريقة اللي انت كبني ادم بتفانكشن بيها، ان انت دايما بتتعلم من يوم ما بتتولد لغاية ما اليوم انت بتموت فيه. انت بتتعلم وبتشوف قد ايه الحاجات اللي انت يعني، وبتشوف قد ايه انت ممكن تتطور كبني ادم، وايه الحاجات اللي انت كنت فاكرها صح وطلعت غلط، وحاجات كنت فاكرها غلط طلعت صح. ايا كان انت كده كده بتتعلم. في حاجة أخيرة بس أنا حابة إن أنا أتكلم معاكم فيها، خدت بالي منها في الفيديوز بتاعتي عموما أو في فيديوز كتيرة بشوفها. أنا كل كلامي وكل النصايح اللي أنا بحاول أديها لكم هي نصائح عامة مش خاصة. فهي نصائح ممكن تمشي معاك وما تمشيش معاه، وتمشي معاها وما تمشيش معاها، تمام؟ دي أول حاجة. تاني حاجة، أنا نصايحي دي موجودة لناس حياتها تمام، عندك بيت، عندك ناس بتحبك نوعا ما، عندك شوية مشاكل نفسية عاطفية مادية حياتية عموما، ولكن حياتك ستيل ماشية. ولكن for some reason لو فيديوز بتاعتي دي حد شافها من مثلا في حرب او جزة او اي whatever، انا كلامي ده ما ينفعش، لان انا كده كده عمري ما هفهم هو ايه ده، او هو ايه اللي انتوا بتمروا بيه. وانا عايزه ابين قوي فكره ان انا نفسي يكون كلامي ده يمكن يكون على فكره يكون بيساعد شويه ناس، لان هو الكلام كده كده فكره ان انت تتحكم في عقلك دي ممكن تساعدك في اي ظروف. بس كده كده انا عايزه اكون واضحه وصريحه ان انا كده كده مش فاهمه انتوا بتمروا بايه، وانا كده كده كلامي ده سطحي جدا على مشاكل ناس بالحجم ده. فانا بس عايزه يعني acknowledge ده عشان احس ان يعني ان الموضوع منطقي شويه. بس كده، متنسوش تعملوا لايك شير اند سبسكرايب، وتعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.